بقال الله خالص عزائنا لكل اللي توفوا في موضوع المول بتاع التجمع، وخالص عزائنا لاخونا عمر سكرنو على وفاة عبد الرحمن ابن اخته في المول. برضه هناك كان من ضمن الناس اللي شغالة هناك في المول. طبعا خالص تمنياتنا بالشفاء طبعا لكل الناس اللي بتتعالج دلوقتي من الموضوع ده، ولكن خلينا نتكلم كده في الاسباب اللي ممكن يكون ده السبب اللي حصل علشانها. طبعا وزارة الداخلية مشكورة اعلنت ان السبب الرئيسي بعد ما حققت في الموضوع هو اسطوانة او انبوبة غاز هيليوم. طبعا ناس كتيرة بدأت تقول طب ازاي غاز هيليوم؟ ليه الناس قالت كده؟ ببساطة عشان حضرتك لو انت كنت مثلا درست كيمياء في اعدادي او في ثانوي، فغاز الهيليوم هو غاز خامل. يعني ايه خامل؟ يعني غاز اصلا لا بيشتعل ولا بيساعد على الاشتعال. ببساطه برضو اكتر، يعني لو حضرتك جبت انبوبه غاز هيليوم فتحتها وجبت ولاعه عديتها من جنبها مش هيحصل حاجه. طب هنا بقى النقطه، هتقول لي طب ازاي ده حصل وازاي كانت يعني انبوبه الهيليوم هي السبب في اللي حصل في المول ده كله؟ ببساطه وارد يبقى فيه سببين. ايه هما السببين؟ ان يكون حصل غش تجاري. غاز الهيليوم من الغازات الغالية جدا، يعني هو غاز اصلا مكلف. ففي ناس بتلجأ حسب كلام يعني ناس شغالة في المهنة دي اللي هم بيعبوا البلالين الهيليوم واعياد الميلاد والحاجات دي، قال لك والله احنا احيانا بنلجأ لتركيبة معينة بعيدة شوية عن الهيليوم لانه مكلف ومبقاش بيجيب همه. طيب ايه تاني بيستخدموه؟ قال لك والله ساعات بنستبدله بالهيدروجين. طب الهيدروجين غاز خامل؟ لا، الهيدروجين بالعكس من الغازات اللي بتساعد عادي على الاشتعال. طيب خلينا نتكلم بقى في السبب الثالث اللي ممكن يكون حصل منه. ايه هو؟ ان يبقى في اصلا اهمال في تقفيل الانبوبة نفسها. ممكن تبقى الانبوبة نفسها ما اتقفلتش كويس، او بقالها كتير بتستعمل وبيودوها تتملى تاني اكتر من مره. طبعا ما تراجعتش الانبوبه اكتر من مره من الناحيه الامان بتاعها، وان هل هي عندها صلاحيه انها تستخدم او لا. وارد يكون كان في اهمال ان ما حدش راجع الانبوبه دي هل هي صالحه انها تستخدم تاني. يعني الانبوبه بعد ما استخدمتها سنه او اتنين او كام شهر حتى، هل بوديها مكان يفحصها قبل ما املاها تاني؟ هل ده بيحصل؟ لان خد بالك الحاجات اللي زي كده بتتكرر بقالها كتير. لو تلاحظ في اخر كام شهر عماله تحصل كل شويه، وتيجي تشوف السبب تلاقيها انبوبه هيليوم. فمعنى كده ان في حاجه غلط، لان الهيليوم زي ما قلت لك هو اصلا غاز خامل، فوارد يكون بيتحط مكانه هيدروجين او خلطه تانية من انواع الغاز اللي هو ارخص بكتير من الهيليوم. ناس بتحب توفر عشان تكسب اكتر. او هل فعلا في عدم اهتمام بمراجعه الامان والسيفتي بتاع الانابيب دي؟ هل بيتم مراجعتها وفي كشف دوري عليها؟ ما هو السؤال ده برضو مهم، لان خد بالك قبل ما نبدأ ان احنا عايزين نعرف طب حصل ايه، نعرف ايه الاسباب. علشان الاسباب دي لو احنا زي ما بيقولوا كده الوقاية خير من العلاج، لو انت لحقت الموضوع ده من بدري مش هنشوف الحاجات دي في المستقبل تاني بعد كده. طبعا ربنا يشفي جميع الناس اللي بتتعالج دلوقتي، ربنا يرحم اللي توفوا ويصبر اهاليهم. واتمنى ان يحصل كشف دوري على الانابيب دي، يحصل كشف دوري على المواد اللي جوه الانابيب دي، هل هي هيليوم ولا لا.